علاش الاعلام الجزائري تيبغي المغرب يخسر في اي حاجه؟ علاش؟ خاصكم تعرفوا الاسباب ديال الاعلام الجزائري اللي اي حاجه دارت تيسميوها في القجع. اي حاجه وقعت القجع. دابا الماتش ديال البارح واش القجع اللي تدخل؟ شفتوا البارح الحكم كيفاش كان سيعطي الصفراء؟ 5 الصفرات اللي عطى له وحده الحكيمي، عطى له وحده بزاف د اللعابه والمدرب والمغربي اللي طلع عليه الدم. ولكن وحدين ديال هوك اللي تيقول لك القجع 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 القجع. مصيبه والله، لا مصيبه الخوت. حنا ولينا تنسمعوا القجع 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 القجع. ويلي كون كان القجع مفاهم ولا شي حاجه، واش هذاك الحكم يعطي 5 ديال الصفر؟ ما يعطيش 5 ديال الصفر. ولكن نتوما عندكم واحد الاهميه، هو القجع هو السبب. ولكن في الاخير نتوما مشيتوا بحالكم، وبقى المنتخب المغربي اللي داز الخوت ومازال يدوز ومازال يدي كاس العالم. وشفنا السنغال شنو بقى عليها؟ شفتوا هذيك النهار كيفاش ما انسحبوش؟ علاش ما انسحبوش هما؟ بغينا نعرفوا علاش ما انسحبتوش كيما انسحبتوا في كاس افريقيا. علاش خفتوا من الشوهه ولا اصلا نتوما مشوهين؟ خفتوا والمدرب ديالكم بقى ساقل، ما دواش، ما هضرش. شنو يقول لكم؟ يلا يعطيكم راسه يقول لكم يا البس عليا وسيروا بحالكم عليا، يقول لكم هاكا سيروا الله يعاونكم. وتحياتي لك. الاعلام الجزائري اللي منوض روينه ومنوض قرباله، حيت المنتخب المغربي اللي فاز البارح الخوت، المنتخب المغربي اللي كان بزاف ديال الدول، ولكن ما نقولوش حنا بزاف ديال الدول، لا السعوديه معنا، مصر معنا حتى هي، كل شيء، والدول العربيه اللي معنا واللي فرحوا باش يفوز المنتخب المغربي. كندا البارح اللي لعبات علينا في الاول مزيان، لعبات، ولكن كاين وحدين اللي تيتسناو الخساره ديالنا، حيت شافوا الهجوم بزاف على المنتخب المغربي البارح، كانوا ماركيو علينا الخوت. ولكن الحمد لله اناحي اللي ماركا البيت الاول والثاني والثالث الخوت، اللي ماركا واحد شاب رائع، الرحيمي هو اللي ماركا البيت الاخر الخوت. عليها ما تنساوش باللايكات ديالكم والتعاليق ديالكم والبارطاج ديالكم، باش ان شاء الله ديما نحط لكم الجديد.